إذا شعرك تعبان وباهت وفي تساقط، ما عليك إلا هالوصفة الطبيعية اللي أنا معتمدتها من ضمن روتين العناية بشعري مرة واحدة بالأسبوع. هاي الوصفة رح تعطي حياة جديدة لشعرك، ومن أقوى الوصفات الطبيعية لتقوية الشعر. بتغذي وتزيد لمعان وكثافة، غير هيك سهلة وموجودة بكل بيت. تابعي معي خطوة بخطوة ليصير شعرك لامع وصحي، طبعا مع الالتزام مرة واحدة بالأسبوع. أول شي عندي 3 معالق بذور الكتان، 3 معالق كبار، و3 كاسات مي. يعني كل كاسة مي بدها معلقة كبيرة بذور الكتان. بدي حطهم على النار واستناهم لحتى يغلوا، وعيرلن 10 دقايق لحتى يتقل الخليط ويصير لزج مثل ما لكم شايفين. هيك صار جاهز عندي. بدي صفيه وهو سخن، ما تتركوه ليبرد، بتصير تصفايته كتير صعبة. فيكن تستخدموه هيك جيل بدون أي إضافات تانية، كمان مفيد، بس لنتائج أفضل بتضيفوا فوق الرز. ليش الرز؟ لأنه فيه فيتامينات وأحماض أمينية بتقوي بصيلات الشعر وبتساعد على النمو بشكل أسرع وأقوى. وفيكن تخلوه كمان بدون رز، تستخدموه بديل الجل بدون حتى ما تغسلوا شعركم، بثبت الشعر، مكون طبيعي كمان. هلأ الرز عندي نص كاسة رز، بدي احط عليهم كاستين مي واتركهم على نار هادئة لحتى يستوي الرز تماما. بس استوى الرز بدي اطحنه بالمحضرة، وحط عليه جيل بذر الكتان. وكمان انا محضرة خلطة زيوت، منزلة الريلز تبعها على صفحتي. حطيت معلقتين منها. انتو بتحبوا اي نوع زيت للترطيب، ارجان، زيت جوز الهند، اي نوع زيت بيناسب شعركم فيكن تستخدموه. وكمان فيكن ما تحطوا زيوت عليها، هي اساسا بترطب وبتعالج تقصف وبتقوي الشعر بدون اي خلطة زيوت اضافية. فانا حبيت حط لها هي الزيوت لزيادة الخير خير. ومثل ما قلت لكم بحفز فروة الراس والبصيلات. كيف؟ عن طريق مساج مدة 5 دقايق أو التمشيط العكسي للشعر. بعدين بحط عليها أي ماسك بدي إياه، تتركوه ساعتين وبتغسلوا شعركم. جربوها واكتبولي النتائج بالتعليقات، ولا تنسوا تعملوا حفظ للريلز، جربوها رح تدعولي. باي باي.